صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. كلمتين بس حابة أقولهم موجز يعني لشيرين عبد الوهاب، الفنانة الجميلة اللي أنا كنت بحترمها وبحبها جدا وبحب فنها، وأنا واحدة من جمهورها. كلنا لما اتحطيتي في المشكلة دي كلنا عذرناكي، وكلنا وقفنا جنبك، وكلنا دعمناكي، وكلنا سندناكي، وكنا متعاطفين معاكي جدا، وكلنا كنا بندعيلك. الفترة اللي فاتت أنا محبتش أعقب تماما على سواء اخترتي صح اخترتي غلط، عملتي ايه مع اخوكي، عملتي ايه مع حسام، عملتوا سويتوا، ادمنتي ما ادمنتيش، مش موضوعي. ولما حد كان بيتسحب من لسانه وكان بيتكلم عن الموضوع ده كنت بقول انت مالك، خليك في حالك، هي حرة في حياتها وحرة في نفسها، عادي، تمام. كلنا بني ادمين وكلنا بنغلط وكلنا احرار في حياتنا، تمام. مش من حقك انت تعقب هي عملت ايه ما عملتش ايه، ادعي لها وبس، تمام. اللي عدى عدى، احنا ندعي لها وبس، ده اللي في ايدينا. فانا كنت من الناس كنت بدعي لك ربنا يقومك بالسلامه وتخرجي من المستشفى عشان ترجعي لشغلك ولحياتك ودنيتك واصحابك واهلك وكيانك وعيالك من تاني واحسن واقوى، تمام. انا جه عليا وقت من الاوقات كنت زيك، تمام. كنت في الفتره اللي انت فيها دي مريضه، تمام، بسبب شخصيه غلط دخلتها حياتي، دخلتها بالغلط، تمام. فأثرت عليا بالسلب تماما، ولكن أنا ما سبتش نفسي، أنا فوقت نفسي بسرعة، بأسرع وقت ممكن أنا فوقت نفسي، تمام. لما كان حد بيسألني عن الموضوع عنك وكان بياخد رأيي كنت بقول له ادعي لها ربنا يا رب يشفيها، وهي قوية وهتخرج هتبقى أحسن وأقوى من اللي عدى ده بكتير. لكن الفنانة ما عملتش كده، الفنانة خرجت من المستشفى برفقة الراجل اللي دخلها بإيده للمكان ده، اللي جاب لها المرض، اللي جاب لها الإدمان، اللي جاب لها كل حاجة غلط ووحشة في حياتها، اللي خلاها في النازل، اللي خلاها سقطت من نظر كل الناس اللي بتحبها، اللي خلاها خسرت شغلها وخسرت مستقبلها وخسرت عيالها وخسرت أهلها وخسرت دنيتها. عايزة أقول لك كلمتين، مفيش في الدنيا راجل على وجه الأرض يستاهل إنك تخسري حياتك وكيانك وأهلك وصحابك وشغلك عشانه، خسران.